ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر وفيديو جديد من ذا بريتش انجلش، وهنكمل سلسله ازاي تتعلم البريتش اكسنت من الافلام والمسلسلات. طبعا زي كل مره ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتكمل الفيديو للاخر علشان تستفيد وتعرف ازاي تتكلم زي النيتيف سبيكرز. يلا بينا. طبعا احنا لسه بنتكلم على جون سنو وبنشوف الجمل اللي قالها وهنشوف قالها ازاي. ركز كده في الجمله دي علشان مهمه جدا جدا جدا. This is serious. I wouldn't be here if it weren't. This is serious. I won't be here if it weren't. This is serious. I won't be here if it weren't. طبعا في فرق بين where و were. بالنسبة ل were طبعا دي مختلفة تماما. وده الطريقة اللي انت بتنطقها بيها في البريتش انجلش، بتقول were. والتانية طبعا اللي هي ال WHERE بتقول where. This is serious. I won't be here if it weren't. ركز كده في المقطع الصغير ده، هو بسيط جدا بس مهم جدا. That's all. That's all. اوكي، طبعا هي هنا قالت that's all، ما قالتش that's all، وده نوع من انواع الكونكتد سبيتش، ان انت بتوصل الكلام ببعض. فانت بدل ما تقول that's all بتقول that's all. وطبعا لازم تاخد بالك من ال L. قلنا ان اي L بتيجي في الاخر بتعتبر اسمها dark L. ما تقولش that's all، لا هتقول that's all. You have my word. You have my word. طبعا مهمة جدا جدا الحتة ديت، لان هنا في فرق ما بين كلمتين ممكن انت تتلخبط فيهم. زي الجملة دي مثلا you have my word. طبعا في فرق بين word و world. احنا طبعا اتفقنا في البريتش انجلش انت مش تنطق الار، يعني مش هتقول world زي في الامريكان انجلش، ولكن انت هنا لازم تاخد بالك من حتة word و world. You have my word. You have my word. There is no conversation that will erase the last 50 years. There is no conversation that will erase the last 50 years. طبعا ما قلتش years، قلت years. زي ما اتفقنا ان الار ما تتنطقش الا لو جه بعدها vowel sound زي الاي والاي والاي والاو واليو. وطبعا بالنسبه لاول حته اللي هي there is، ممكن انت طبعا تيجي تقول لي هو احنا نطق هنا ليه الار في الاخر؟ احنا المفروض كنا نشيلها بما اننا بنتكلم بريتش انجلش. في حاجه اسمها intrusive R وفي حاجه اسمها linking R. ان انت لو جت الكلمه اللي بعد الكلمه الاولانيه بتبدا بفاول ساوند بتنطق الار اللي في اخر الكلمه الاولانيه. يعني بدل ما تقول there is لان الدنيا تبقى معاك بطيئه شويه فتقول there is. There is. There is no conversation that will erase the last 50 years. I saw them all. I saw them all. I saw them all. طبعا ده connected speech وبرضو ال dark L في الآخر. Everything we suffered will have been for nothing. Everything we suffered will have been for nothing. هنا طبعا connected speech كان أوضح أكتر، بدل ما هقول طبعا will have been قلت will have been. will have been ده طبعا linking وده اللي بيخليك تتكلم أسرع. Everything we suffered will have been for nothing. فأنت حاول تلينك أي حاجة ممكن يتعمل لها linking، حاول تعمل لها link. will have been. will have been، مش هقول will have been. لما انا طبعا اقول will have been انت كده بتفصل الكلام. He will not take up arms against the Lannisters. He will not take up arms against the Lannisters. طبعا هنا ال R او ان انت تدروب ال R بيساعدك ان انت تتكلم اسرع. يعني مثلا في الجمله دي he will not take up arms against the Lannisters. طبعا ما قلتش arms قلت arms، وما قلتش Lannisters قلت Lannisters. طبعا دي pure British accent، ان انت بتشيل الار، فطبعا الدنيا بتبقى معاك ايه في الكونكتد سبيتش اسرع وبتبقى اسلس في الكلام. You will not take up arms against the Lannisters. حاول ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب وتسيب لي كومنت بالمسلسل او الفيلم اللي انت عايزنا نشرح عليه بريتش اكسنت في الفيديو الجاي. وبس كده، اشوفكم في فيديو